السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم بالعربي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين المفاوضات الأخيرة التي جرت بين النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي، وكذلك سنتطرق إلى موضوع مصير مدينة عفرين وكذلك شرق فرات أي كوباني وجزيرة. وسنناقش أيضا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين موضوع إدلب. ترى هل ستشهد حربا أم مجزرة كما يقول بعض السياسيين، أم ستنعم باتفاقية كما الجنوب السوري والغوطة الشرقية؟ كل هذه المواضيع والأسئلة أطرحها على ضيفي عبر سكايب حسام دين العواك، العميد المنشق عن قوات سوريا الديمقراطية. أهلا وسهلا بك سيد العميد. أهلا بك، هي لك والمشاهدين الكرام. سيد العميد، في الآونة الأخيرة حصلت لقاءات بين النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي. ترى السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان استدعاء من قبل النظام السوري أم كانت مفاوضات جدية؟ لا، كان بالفعل يعني ما حكيت، هو عبارة عن استدعاء. يعني احنا خلينا نراجع، طبعا الشعب الكردي بيعرف والناس في المنطقة بتعرف انه كان هناك اتفاق بالاساس بين حزب العمال او البيدي. يعني طبعا البيدي مو طالع بايده شيء، البيدي هو حزب يعني الان هو مرتهن بايد حزب العمال الكردستاني، وطبعا يدير هذه المناطق باوامر قنديل في الحقيقه. طيب تفضل. سيد العميد، كنت قد نشرت على صفحتك عبر التواصل الاجتماعي أن وفد البيدي التقى فقط بضابط في المخابرات. من كنت تقصد ذلك الضابط؟ هلا هن التقوا مجموعه من الضباط على مراحل، يعني كلهم مخابرات العسكريه طبعا، وكان العميد ياسر مدير مكتب اللواء محمد محلى التقى هو وياهم، وكان اللقاء انه مثل ما سلمناكم، يعني اللي سلمهم العميد علي دياب، سلمهم المناطق هي ودعمهم بالسلاح باوامر طبعا من دمشق، وقال لهم خلاص اليوم المهمه انتهت، يعني الله يعطيكم العافيه، خلينا يعني سلم واستلم مثل ما سلمناكم المناطق وانسحبنا، كمان هلا اجى دورنا تسلمونا المناطق وننسحب. فطبعا ما في اي طرح مثل ما عم يحكوا والله احنا طرحنا الفدراليه وهو وافق على المركزيه ولا مركزيه، هذا كله كذب. قال لهم احنا بدستورنا موجود انه في ادارات محليه وراح يكون في انتخابات للاداره المحليه، وانتم اذا بتحبوا بترشحوا عن كل بلديه بترشحوا واحد من عندكم، واحنا البقيه طبعا رئاسه البلديه حتما قال لهم للرفاق البعثيين، يعني حزب البعث هو راح يكون رئيس البلديه حصرا من حزب البعث، اما بقيه الهي ما في مشكله كموظفين محليين او اداريين. وطبعا وافقوا ورجعوا سلموا حي النشوه، حاجز حي النشوه، وبعتقد انه الانسحابات راح تكون تدريجيه. هلا الامريكان طبعا غير راضين عن هاي المفاوضات، وهن بيحكوا انه والله الامريكان وافقوا قالوا لنا ما في مشكله. الامريكان يعني في الحقيقه عنده القواعد الامريكيه، طبعا بعد دخوله بالمفاوضات وبعد العمليه الاخيره على في اقتحام حق العمر المساكن، نعم. خلاص قرر انه يحصن مواقعه العسكريه ويدعم قواته وزياده عدد القوات وعدم الاعتماد على سيد حسام، هل كان للبيدي شروط على النظام السوري اثناء المفاوضات؟ هو قال لك يعني تصريحاته عم يقول لك انا من غير شروط، رايح من غير شروط ومن غير ضامن. يعني واحد هلا انا معلش اي حزب سياسي او اي يعني اثنين مختلفين لازم يكون في بيناتهم وسيط، يعني اذا في مشاجره لازم يكون في للمصالحه في واحد بده يدخل يعني وسيط. اما هدول على ما يبدو قال احنا رايحين من دون شروط مسبقه
ومن دون ضامن. يعني الجماعه عمك خالك يعني بده يفوت وعلى ما يبدو اخذين قرار انه تسليم المناطق بس على سيد مراحل. العميد، يعني المفاوضات الأخيرة كانت فقط لتسليم المناطق الكردية أو لإعادة تسليم المناطق الكردية إلى النظام السوري؟ ما هو استلمها يعني استلمها. قمع مظاهرات، كان مهمته الرئيسية قمع المظاهرات الكردية، السيطرة على المنابع النفط، وكان عنده مهمات أخرى فيما يتعلق بجبهة النصرة واللواء 313. فاللواء 313 كان الجيش الحر، وكان يقاتل طبعا مع يعني مع المواطنين حماية المظاهرات وما شابه بالبداية، وبعدين كان يقاتل النظام في مناطق متعددة. طيب سيد العميد، لنعود إلى بداية الثورة. هل فعلا استلم البادي إدارة المناطق الكردية عبر اتفاقية، ويعني الاتفاقية ما كانت هذه الاتفاقية؟ والله يا كل الشعب بيعرف، يعني ناموا فاقوا. كان ابو رامي مثلا برميلان، انا يعني شفت يعني اخذت شهادات من الناس، يعني من الواقع، من ارض الواقع. يعني كلهم عم يقولوا والله نمنا فقنا لقينا يعني ابو رامي والمفرزه تبع الامن العسكري انسحبت واستلموها اشخاص من كانوا هو أبو رامي مدنيين. سيد عميد؟ هلا توضح لنا أكثر. هو رئيس مفرزة رئيس المفرزة برميلان يعني. نعم. وبالمقابل كمان ابو علي مثلا بجل اغا كان رئيس مفرزة كمان انسحب، وهكذا. يعني سلم استلم. اول شيء كانوا فعلا عناصر البيدي، يعني حتى يعني كان يحكوا انه بالاجتماعات كانت عناصر حزب العمال بكيكي ما بيعرفوا يحكوا، يعني حتى مع العرب او حتى كردي مضبوط ما يحكوا، يوقفوا عند الباب، يقعدوا على المصطبة عند الباب، ورفيق البيدي هو اللي كان يلقي يعني الخطاب تبع إدارة المنطقة، يقول احنا والله هلا راح نكون احنا مشرفين على المنطقة، مشرفين على الخدمات. وكان الكادر تبع حزب العمال يقعد برا على المصطبة يستناه ليخلص، لانه اصلا يعني حتى كرديته ضعيفة. طيب يعني هذا شهادات سيد عميد، شهود يعني سيد، يعني الاتفاقية كانت لقمع الكرد في المشاركة في ثورة سوريا. اكيد اكيد. يعني حتى يعني هون الملاحظه رد الكادر اللي كان يقعد على المصطبه ويستنى يعني الكادر تبع البيدي او المسؤول الحزبي حتى يخلص كلامه، قلب عليه وطرده هلا وهو استلم القياده. يعني في صراع، في شيء غريب. يعني انا ما بعرف يعني هذا الصراع لمصلحة مين؟ هاي الأجندة اللي عم ينفذوها طبعا هي تابعة لإيران، يعني بالأساس فيهن بيفتخروا. سيد حسام، احنا أفهم من كلامك أن حزب العمال الكردستاني هم من كانوا يديرون المناطق الكردية في سوريا؟ طبعا هو اللي استلم. هلا هو الاتفاق الأساسي بين حزب العمال الكردستاني والنظام. بعدين الضامن كان ايراني، يعني كانت ايران هي دافع الخط. تعرف ان بياخذوا كانوا رواتبهم من ايران بسليمانيه، وكان بالاضافه سياراتهم الخدمات كلها بتتم بالتنسيق مع حزب كردي موجود في سليمانيه بتمويل ايراني. من هو ذلك الحزب الذي تتحدث عنه في سليمانيه؟ انت بتعرفه بعرف. طيب سيد العميد، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن جيش النظام السوري يجب أن يبسط سيطرته على مناطق شرق الفرات بعد خروج الأمريكيين. ما معنى هذا التصريح؟ هل فعلا سيكون هناك خروج أمريكا من شرق الفرات؟ هلا التواجد الأمريكي بشرق الفرات مو يعني راح يكون لمرحلة 10 سنوات أقل شيء. الاستقرار المنطقة واحد ومهم. يعني هلا أنت اليوم الصراع الإيراني الأمريكي أو محور الشرق يعني صار واضح يعني بشكل كبير.
فالامريكان حصنوا قواعدهم وتواجدوا بعدد كبير من المناطق، واخذوا مناطق ارتكاز دعموها ان كان بالطيران وان كان بالدفاعات الجويه والرادار. لذلك يعني في قوات المشاة، كما ان هناك تحضيرات لزياده عدد القوات في المستقبل القريب، يعني شهرين ثلاثه راح يكون في زياده لعدد القوات. طيب. طبعا اليوم حمله دير الزور عند قوات سوريا الديمقراطيه هي الأسوأ، يعني ما قدروا يحققوا، يعني صار لهم من بدايه العام 8 اشهر لم يستطيعوا التقدم الا بالتشيشه وبمساعده قوات الحشد الشعبي العراقي. يعني هن قاموا بقصف نيراني مكثف تقدم من خلاله على قريه التشيشه. وهون في نقطة، يعني حتى الطيران الأمريكي ما كان طلعات مكثفة قليلة، ما في طلعات مثل الأول. يعني هن تعودوا أنه دائما يقصف الطيران ويتقدموا. حتى يعني أغلب الأخطاء اللي حصلت أنه أثناء ضرب الطيران في ناس تتقدم، فالمفروض انت ما تتقدم قبل ما يقصف الطيران. فكان في عدد من الشهداء للاسف نتيجه اخطاء تتعلق بالاحداثيات وتتعلق بالتنسيق مع الطيران الامريكي اثناء عمليات محاربه داعش. طيب سيد حسام، كيف سيبسط الجيش السوري سيطرته على شرق فرات؟ هل سيكون بالتنسيق مع قسده ام ماذا؟ المعركة أو يلي بيعتقد أنه خلاص كل شيء استقر لصالح النظام أو لصالح بشار الأسد هو غلطان. يعني لسه الأمور مستمرة، راح يكون في أشياء جديدة. طبعا كل يوم ما في شيء ثابت. يعني احنا باجتماعاتنا مع الأمريكان مع البريطانيين مع الفرنسيين لحد الآن يعني هن بيسألونا وإحنا بنناقشهم بأشياء كثيرة. يعني وإن كان ملاحظات وإن أسئلة على المشروع. طبعا في قرار من الدوائر مثل ما بقول دوائر القرار إنه يجب أن يكون للكرد دولة مستقلة يعيشون على ترابها، وهذا أبسط حق من حقوق الشعب الكردي الذي تم اضطهاده على مر السنين. طبعا هاي فرصة تاريخية للشعب الكردي، بس شلون بدك تحقق هذا الهدف؟ طبعا احنا طرحنا انه سلة كاملة للكردستانيين، كردستان سوريا وكردستان العراق، طبعا مع اصدقاء، وكان في قبول كبير لهذا المشروع. بس المشكلة كانوا طبعا احنا اتصلنا بقيادة الإقليم وتجاوبوا معنا مشكورين. حكيت مع الدكتور حمد دربندي لوحدة الصف يعني نمشي هذا المشروع لخدمة الشعب الكردي. طبعا اتهمنا بالتخوين وقاموا داهموا بيتي وسرقوا مصاريي وحطوني بالسجن. البيادة هم اللي اتهموه. والله استخبارات البي كي كي، يعني في PKK العمال الكردستاني. يعني المشكله انه ما عم يعني بيفضل. لاحظت يعني بالنتيجه هلا انا ليش نزلت على الارض؟ نزلت خلاص بدي اشوف يعني نشوف مين الطرف مين معه الحق ومين اللي ما معه الحق، ومين اللي عم يشتغل لصالح القضيه الكرديه ومين يلي ضد مصلحة الشعب الكردي. وأخذت فكرة، التقيت كل الأحزاب، شفت الناس، شفت العالم كله، وصار عندي رؤية واضحة. ويعني هن طبعا عم ينفذوا أجندات ما بدهم مصلحة الشعب الكردي. الأساس هو عبارة عن أجندات لمن سيد العميد؟ لتركيا أم لإيران أم لسوريا أم للنظام السوري أم لمن؟ مين؟ البيادي والباكاكي ينفذون أجندات. هلا هن شوف لك شغله. هلا هن حطوا حالهم يعني بموقع لا يحسدوا عليه بالحقيقه. يعني انت
يعني هو مفكر حاله جهبذ، يعني انه والله انا هون بتحالف مع ايران، هون بتحالف مع روسيا، هون بتحالف مع النظام، وانا اللعيب السياسي والعسكري والفهمان. يعني انت اليوم ما عندك خبرات سياسيه، لا عندك الخبرات العسكريه. يعني بالفعل انا شفتهم، يعني احنا بالبدايه يعني كنت بمعارك دائما نطلع على الصوامع ونراقب القوات، خطط عسكريه استراتيجي ما في طبعا عندهم. كانوا يهجموا، الخسائر كبيره، الشهداء بالبدايه. طبعا ساوينا خطط جديده، ساوينا شغلات متطوره، خففنا عدد الشهداء، عدد الضحايا، عدد الجرحى. كانوا يعتمدوا اكثر شيء الحقيقه على الطيران، يعني حتى التنسيق مع الطيران بالميليتري ماب او الخريطه العسكريه كانوا كمان يعانوا مشاكل بهذا. سيد العميد، سنتطرق الى حديث الخبرات وخاصه في مجال عفرين، سنتطرق الى هذا الحوار او الموضوع. دعني يعني في اليوم الذي صرح بوغدانوف، كتبت صحيفة تركيا نقلا عن مصدر عسكري أن أمريكا نشرت في شرق الفرات 3 أنظمة متطورة في كوباني، سرين، تلبيدر، وكذلك 13 نظام رادار ومحمول ثابت للمراقبة والاستطلاع. هل يعني ذلك استعداد أمريكا لأي مواجهة محتملة؟ مع مين مواجهة؟ يعني مع النظام السوري، طالما يقولون أنهم سيبسطون سيطرتهم على النظام على شرق فرات وخاصة كوباني والجزيرة. لا تعتبر مواجهة. لا، الروسي متفق مع الأمريكي 100%، والوسيط إسرائيلي. يعني مثلا يوم الضربة الأخيرة هي بشان استخدام الكيماوي، ضربوا بمساكن برزة والبحوث، وحتى في نقاط بالقرب من حماه بصواريخ توماهوك والكروز. فالاسطول الروسي انسحب لميناء حيفا، يعني بفترة الضرب هاي الاسطول الروسي راح على ميناء حيفا، وساووا لهم طبعا حفلة واستقبلوهم الإسرائيليين، وبعد انتهاء الضربة العسكرية رجعوا لمواقعهم باللاذقية وطرطوس. يعني في تفاهم كامل. يعني سيد عميد، أصبح شرق الفرات أصبح من ضمن، يعني الكعكة صارت من نصيب أمريكا. هل أستطيع أن أفهم من كلامك؟ هلا أمريكا وبريطانيا وفرنسا راح يكون هناك مشروع كبير، يعني يتعلق مو بس بشرق الفرات، لسوريا كلها. الروسي ما بده شيء، هو يعني بالاجتماعات عم يقول انا بدي قاعده طرطوس، يعني كمتنفس الي لقواتي على البحر المتوسط. نعم. هاي طاقه الروسي، ما عنده طموح اكثر من هيك. اغلب التمويلات اللي عم تتم للعمليات العسكريه الروسيه عم يقبض ثمنها من امريكا. يعني انت اليوم في دعم للقوات الروسيه ب 500 مليون دولار يعني من قبل امريكا. فما في، مو مثل ما بتشوف الصوره انه والله روسيا وراح يكون صراع بين القوى. هي مو روسيا الاتحاد السوفيتي، هاي روسيا طبعا نظام جديد، البروسترايكا، يلتسن، يعني جاب بوتين كان يحمل له الشنطه، كان هو معاون يعني ايده اليمين كان يحمل له الشنطه بوتين. فهذا النظام يعتمد باساسه على انهاء الشيوعيه وله مصالحه، يعتمد على انه يكون اهم شيء روسيا اولا. فما بتفرق معه يعني فلان ولا كذا، وهو راضخ طبعا الاسرائيلي ولا الامريكي، وما في عنده اي تمرد. يعني حتى شفت بالضربات بانياس يعني امبارح مثلا بانياس تقع، يعني ما في بين بانياس والصواريخ الاس 400 المحموله بالبحر ما في يعني قليل من الكيلومترات، وما صار يعني لا ضربوا ولا حتى اعطوا انذار للدفاعات الجويه السوريه. طيب سيد حسام، هل من المحتمل ان تكون هناك اداره مشتركه كرديه امريكيه في شرق الفرات؟
هلا هن بدهم يقبلوا هلا المعادله اللي ما عم يفهموها البي كي كي، انه في بده يصير شراكات وبده يصير يعني تشارك حقيقي بين الاحزاب الكرديه، وراح يكون في مناطق نفوذ مختلفه، وراح يكون هناك خط انبوب بترول من كركوك للبحر. يعني في ترتيبات كثير كبيره بتقديري. هن اذا ما استوعبوا الدرس وما كانوا يعني قابلين هذا الشيء، طبعا هن اول شيء ساووا قفزه اتجهوا باتجاه النظام، انه احنا بنتحدى امريكا. ما بيعرف انه امريكا يعني، وهذا موضوع سري لاول مره بحكيه، عندها كانت بدها تضرب عدد من الاهداف لقوات سوريا الديمقراطيه لما صارت الهجمات عليها وعلى حقل مساكن القوات، وفتحوا ثغره. تبين انه بالتنسيق مع داعش تم فتح ثغره لمهاجمه هذه المساكن التي يعيش فيها طبعا قوات امريكيه، خبراء فرنسيين، قوات فرنسيه، خبراء ايطاليين والمان. طيب سيد حسام، بين الفترة والأخرى يصرح مسؤولو البيدة أنهم مستعدون للانضمام، أو القسدة، مسؤولو القسدة أنهم مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري. هل فعلا هم مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري في سوريا المستقبل؟ يروحوا ينضموا. طيب مين ماسكهم؟ مين حدا ماسكهم يعني السؤال هون، هل يقبل بشار الأسد أن ينضم كردي يعني ينضم 30,000 أو 40,000 كردي لجيش قواته؟ يعني هو بيقبل؟ ما بيقبل. يعني هو هذا حكي غير واقعي وحكي وهمي. طيب سيد يعني العميد، مصير قسدة ماذا سيكون مصير قسدة؟ طالما تقول أن بشار الأسد لن يرضى بدخول قسدة إلى جيش النظام. هلا هو راح وحدات حماية الشعب، أو مو القسدة، لأنه قسدة هي الاسم العام يعني، بس وحدات حماية الشعب بتقديري انه اذا صار اتفاق بين البي كي كي وايران راح يكون لهم مواقع طبعا، بس يسلم كل شيء للنظام مقابل ياخذوا بمرحله من المراحل يعني عباره عن دعم، عن رواتب، وبينسحبوا تدريجيا حتى يصير يعني السيطره كامله للنظام. هي خطه النظام طبعا. اما هن شو بيفكروا؟ والله هن ما عندهم مشكله. انا قعدت معاهم قلت لهم انتم ما عندكم، يعني انا ما شفت ما في بلين، ما في خطه، ما في استراتيجيه. انتم قلت لهم انا جيت مثل واحد راح يطلع على ساعه حيط بده يشوف وقفت، راح يشوف يركب له بطاريه للساعه، ما لقى الجهاز يلي بيشغل الساعه. قلت لهم انا هيك صار فيني معكم. طيب الحقيقه وقعنا كثير وحاولنا، ولكن ما بيسمعوا الكلام. طيب حقيقه ما بيسمعوا الكلام. سيد عميد، هناك تصاريح متناقضه حول مدينه منبج، يعني البيدة او القسدة او اليبقة ينفون خروجهم من مدينه منبج، في حين ان الحكومه التركيه تصرح بانها تسير دورياتها المشتركه مع امريكا. في الوقت الحالي من الذي يدير مدينه منبج؟ هلا مدينه منبج مداره من البي كي كي الحقيقه، وموجودين هن يعني مشان ما هلا احنا بالنسبه لنا انا ما يعني انا او اي كردي ما لنا مزعوجين من وجودهم، ويعني بالعكس، بس هن يشتغلوا بتعليمات القائد تبعهم. يعني المشكله لا في اخوه شعوب ولا في ديمقراطيه، ومبلشين يعني اعتقالات، قتل، تطبيه، تفجيرات. طيب ليش انت بدل ما تخلي محبه فعلا واخوه بين الشعوب عم تساوي هذا الشيء في سبيل مصالحك الشخصيه، وفي سبيل انه والله بدي انا كل شيء، بدي اسرق وانهب واعمل يلي بدي اياه ومرر النفط واشتغل بالاثار
وما حدا له يعني هذا مستحيل. يعني اليوم ناس طلعت ثوره ضد نظام استبدادي، اليوم انت تيجي مستبد واكثر استبداديه، لا وبدك تسرق وتخطف ويعني وتغتال، وبدك انه والله كل العالم رابخين. يعني مره واحد قيادي كادرو كبير قال لهم انتم كلكم عسكر منا، يعني كلكم عسكر عندي. وهذا يعني الشعب الكردي والمكونات الاخرى، يعني شوف السلطويه لوين وصلوا فيها طبعا. وللاسف راح تكون، انا بعتقد اذا ما في يعني تدخل ان شاء الله نستطيع يعني، ولكن في راح يكون في شيء وضع مأساوي كثير للاسف لإلهم اولا، للبي كي وللبيدي، ومن ثم ينعكس هذا على الشعب الكردي، وان شاء الله ما بكثير يعني. سيد العميد حسام الدين العواق، سأنتقل بك إلى موضوع عفرين ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مجددا. سيد العميد حسام الدين العواق، العميد المشتق عن قوات سوريا الديمقراطية، سننتقل بك إلى موضوع مدينة عفرين، ولكن قبل التحدث عن التجاوزات والانتهاكات التي تحصل الآن في مدينة عفرين من قبل الفصائل المعارضة والحكومة التركية، لابد أن أنتقل بك إلى ما قبل معركة عفرين. السؤال الذي يطرح نفسه: هل فعلا سيبان حمو رفض تسليم مدينة عفرين إلى النظام السوري؟ هلا راح احكي لك، بس هيك اعطيني وقت اذا عندك وقت. تفضل سيادة العميد، عندي وقت، تفضل. يعني احكي مطولا. طبعا بالبدايه طبعا انا كنت بالجيش الحر، وكان لنا علاقات كويسه مع اهالي عفرين، وكان في ضباط كرد داخل عفرين ننسق معاهم، وعشنا ايام حلوه يعني ايام الجيش الحر. طبعا طريق عفرين كان ما بيتسكر، وكان اي محاولات من فصائل متطرفه تسكير طريق عفرين او قطع اي مواد تموينيه كان يعني اخذناها على عاتقنا. كفوج تآخي مثلا، كان فوج تآخي لواء الحق صلاح الدين طبعا هذا شكلوا نقيب بيوار، المقدم حسن أوسو، لا هو اللي شكله بالحقيقة بالبداية، وبعدين ما بعرف طلبوا منا انه يكونوا ببوابة السلامة، وبعدين أنا ما عاد تابعت بالحقيقة. ما عاد تابعت لأنه صارت مشاكل بيننا وبين الأخوان المسلمين طبعا، ودخلنا شوي بخلافات كبيرة يعني. فكانت مركز القيادة تبعنا بالباب كان في عنا مجموعات كبيرة بأخترين، فلما اجيت أنا لهون لقوات سوريا الديمقراطية كان عندي هم كبير، يعني إنه أهم شيء نوصل الجزيرة بعفرين ونساوي شيء لمصلحة الشعب الكردي وصولا لرأس البسيط للبحر. يعني كنا مستعجلين على تحقيق شيء يعني للمنطقة أول شيء، بعدين للشعب الكردي. فللأسف قال والله، قلت له أعطيني، أنا اجتمعت مع شاهين جيلو ومع آزاد طبعا، اجتمعنا بالحاكمية، قلت له أعطيني 500 مقاتل، وأنا عندي أنا يعني مجموعات من الشباب اخترين، وخلي جماعة عفرين يتقدموا وبنوصل هذا الطريق وبنخلص. كان طبعا لا في درع الفرات ولا في كانت جرابلس، طبعا كله تنظيم داعش. نعم. فقال لي مين قال لك انه بدنا احنا عفرين، ومين قال لك انه بدنا نوصل الطريق؟ انا فعلا استغربت، قلت له شلون طيب؟ ما قال لا خليهم هلا بهالمرحله. قلت له انت اذا بدك موافقه الامريكان انا مستعد يعني انه يغضوا نظر، اعطيني بس 500 مقاتل وانا بوصل لاخترين، وبعدين بنشوف جماعه عفرين شلون بدهم يتقدموا،
ونوصل هاي المنطقة كاملة. فوالله رفض، اقسم بالله يعني في شهود على هذا الحكي، رفض قال انا هلا ماني بوارد عفرين وما بدي فوت بمعركة استنزاف. سيد العميد، سيبان حمو هو الذي رفض ام قيادات الباككي والبيبي؟ شاهين جيلو هي بالبداية. شاهين تشيلو ما وصلت لك على. نعم شاهين تشيلو. آزاد هذا مسؤول استخبارات كان حضران الاجتماع يعني. نعم. وهو ايراني الجنسية طبعا. فاجينا والله تحركنا باتجاه ثاني. حكينا مع مجموعات عفرين طبعا وبلشنا يعني نشتغل على هذا الموضوع، بس قيادة القوات وبالحقيقة يعني سيبان بالنسبة لسيبان حمو راح على حميميم واتفق مع الروس. نعم. يعني انت هلا سؤال، يعني انت قوات مدعومة امريكيا وفي تنسيق مع الامريكان، انت بتجيب الروسي بتحطه بمواقع معينة، يعني انا ماني فهمان. يعني هذا كان اكبر خطأ ارتكبوا البي كي كي بجلب الروسي الى عفرين. يعني مجرد دخول الروسي على عفرين انت خلاص انت بعته، يعني سويت صفقه. نعم. لانه الروسي بده مصلحته، ما بده لا مصلحتك ولا مصلحه الشعب الكردي ولا بده مصلحه سوريا. اهم شيء هو يكون عنده مناطق نفوذ، وهو يعتبر انه عفرين هي راح تكون مثل ما بيقولوا المنطقه الحره لضمان التجاره، ضمان بين منطقه الساحل وتركيا. يعني عنده مخطط اكبر. يعني هذا لحد الان ما تنفذ المخطط الروسي، انه حتى المنتوجات العفرينيه حتى يعني هو يكون صله الوصل بين تركيا وبين الساحل السوري ومواقع تموضع القوات الروسيه. يعني هذا لسه بالايام راح تكشفه. فجاب القوات الروسيه، التقت مع الرفاق، بنت خلايا تجسسيه بالاشتراك مع الاتراك طبعا. طلع 40 كادر كانوا عم ينسقوا مع المخابرات التركيه، عطوا المخططات تبع جبل البرصايا، عطوا المخططات الدشم، وكل واحد طلع معه 3-4 مليون دولار. اقل واحد يعني المسكين طلع معه 300,000 دولار، اخذهم من الضرائب ومن السيارات، لوحات السيارات. نعم. والمعابر الحدوديه. يعني لما حققت معه المخابرات التركيه راحوا لهنيك طبعا، هلا موجودين بتركيا. كل واحد كان مسؤول عن يعني مثل تقسيم مصالح نفوذ ومربعات. يعني حتى هذا البقداش كان معه مبالغ كبيرة، استقبلوه قال أنا حصلتهم من الضرائب والرسوم ولوحات السيارات. يعني مشكلة. طيب سيد حسام، يعني قرار سيبان حمو قرار المقاومة في عفرين، هل كان القرار من قنديل أم كان قرار داخلي؟ لا كذب، ما كان في قرار مقاومة، كان في قرار تسليم. يعني أنت اليوم الغوطة ما كان في تسليح حقيقة، حتى التسليح كنا نبعث لهم من درعا، يعني من درعا من الأردن لدرعا للغوطة، وبصعوبة يعني كان عندهم شو كلاشينكوف وشوية ذخاير، وما عندهم لا تاو، كان يمكن حتى الكورنت في شوية غنائم النظام. أما أنت اليوم بعفرين عندك سلاح أمريكي وعندك سلاح متطور وعندك مدفعية وعندك يلي بدك إياه، تجي تسقط ب 58 يوم معناتها. يعني سيد حسام، كانت يعني 58 يوم كان هناك حرب واشتباكات بين الطرفين، ويعني لم تكن هناك مقاومة؟ لا ما في مقاومة. هلا هو 58 يوم الأول شيء جو ممطر، كان الأحوال الجوية السيئة. التركي عم توصلوا المعلومات أول بأول، وين تموضع القوات، وين مستودعات الأسلحة، وين ممرات تحت الأرض من جبل برصايا باتجاه عفرين. يعني أنت هذا مدفوع عليه مليارات الدولارات، الدشم والتحصين والهذا على مدار 7 سنوات. 7 سنين. انت اليوم مفروض الغوطه ظلت 7 سنين، انت مفروض تضل 20 سنه مقاومه لو بدها مقاومه العصر. قال ما في لا مقاومه ولا شيء،
وكل طيب انسان. سيد عميد، الاتراك من اين كانوا ياتون بتلك المعلومات؟ من الكوادر، الانفاق، كوادر البككه، كوادر العمال الكردستاني. طبعا أيوة. كوادر البككه، وهن يعني للاسف راحوا شهداء ابناء عفرين كانوا يضحوا فيهم. يعني طيب سنتطرق الى موضوع سيد العميد، سنتطرق الى موضوع الشهداء وعدد الشهداء والالغام. هناك الكثير من مدنيي عفرين استشهدوا جراء زراعه الالغام، طبعا بعد خروج البيادة من عفرين. من الذي زرع الالغام في مدينه عفرين وقرى ونواحي عفرين؟ هلا المجموعات الهندسه، هلا المشكله هلا يعني في مصيبه. يعني انت اليوم حاربوا داعش وحدات حمايه الشعب او البي كي كي، حارب داعش، استنسخ داعش. يعني انا ما بعرف يعني باي شغله عم يتاثروا. نفس اسلوب داعش ساووه نفذوه بعفرين للاسف. هذا معيب يعني هم البيادة هو من زرع الالغام في عفرين. ايه نفس عم يستنسخوا مشكله. بس اعطيني دقيقه. يعني عم يستنسخوا تنظيم داعش. يعني راح مثلا دفع مصاري لمجموعات موجوده بعفرين، عم يزودهم بالمال، قال هي مجموعه استخباراتيه. عاج واحد كان عم يبيع خضره الصبح، اشترك بالمجلس المحلي بيقدم شاي وقهوه، راح قتلوه، قال عمليه نوعيه وقتل. لك هذا كردي مسكين معتر، هذا ابن جلدتك ابن دمك. تقصدوا عكاش حجي احمد سيد عميد؟ عكاش يعني الذي يقتلوه في شراء، ناحيه شراء. يعني غريبين عن جد. يعني احنا متفاجئين شو هالاجرام وشو هذا. لك مسكين هذا ولا له بالسياسه اقسم بالله. يعني نعم. زلمه انا بعرفه، يعني التقيت مره معه من زمان. يعني شو هالحكي هذا؟ عيب اللي عم يساووه، معيب. لا انت عم تعطي ذريعه اكبر لتركيا، انت عم تخدم تركيا بشكل اكبر، انت عم تعطي ذريعه لتهجير الشعب الكردي. حتى سيد العميد، حتى تبنوا التفجيرات الاخيره التي جرت في عفرين. عيب، ما مفروض، لانه الضحايا مدنيين. نعم. انت اليوم يعني عم تحط مفخخه بالسوق، عم تحط بهذا. هلا بعزاز مثلا خيمه عزاء او خيمه ملتقى العشائر او هذا، ومناطق خارج عفرين او هي فيها تواجد عسكري مثلا، اذا في مقرات عسكريه ما حدا بيلومك. بس وصلت للاهالي، للشارع الكردي، الناس اللي رجعت. هلا في قرار والله بيتخذوا رد فعل تهجير الكرد ممنوع والله من 16. يعني امبارح نعم. دعوات مخزيه كمان من الطرف الثاني. يعني عيب من المعيب. انت اليوم هذا شعبك وهدول اهلك وهدول الكرد، يعني شو انت عم تعطي تقول والله بدنا نطالعهم من عفرين؟ يعني هذا الطرفين يعتبروا عم يأجرموا بحق الشعب الكردي، وهن التاريخ ما راح يرحمهم. يعني طيب سيد حسام، هناك مصدر من المجالس المحلية بعفرين كانت قد صرحت لمؤسستنا آرك، تقول أن هناك 12,000 لغم زرعت، كانت مزروعة في منطقة عفرين. 12,000. ايه، ما هي الالغام كلها تبع مخلفات داعش جابوها على عفرين، شحنوها بالباصات. يعني انت اليوم باص حامل مدنيين بتروح بتحط تحته مفخخات. يعني انا ماني فهمان يعني كل تصرفاتهم. يعني احنا ليش تركنا ما بيسمع. اولا ما بيسمع الكلمه، بده ينفذ يلي برايه. في شغلات عم يرتكبها تعتبر جرائم. يعني انت اليوم يعني لا يمكن ان اكون شاهد زور او اشترك بجريمه بحق العالم. او يعني ومين الضحيه الشعب الكردي للاسف. يعني هو طيب لوين رايح انت بهذا الشعب؟ لوين رايح بهاي الشباب؟ لوين رايح بهدول الصبايا؟ نعم. والله اخذهم بس على الموت. طيب شو النتائج؟ شو راح يكون المستقبل؟ ما عنده استراتيجي، ما عنده بلين للاسف. يعني والغام يعني. طيب سيد العميد، علي المرتضى مراسل قناة الميادين في آخر يوم بعد خروج البيادة من مدينة عفرين نشر على صفحته على الفيسبوك قائلا، طبعا نشر الكثير من المعلومات، ولكن أريد أن أسأل حول اتباع البيادة
للمدنيين كدروع بشرية. تفضل. راح احكي لك شيء وبجد يعني انا جيت هيك عم تشوف يعني بقول لك والله عفرين نسبة الكوادر والمثقفين والكذا وهابال حسن وهابال هتر وهابال هجار هدول يعني مشرفين ونشروا فكر القائد والشعب كله بعفرين بالروح بالدم نفديك يا أجلان والأمر مستتب. يعني بتطلع بليلة واحدة يعني بيجي شادي حلوة ومرتضى بيجوا لا بنشوف الأفكار منتشرة ولا بنشوف حاملي الفكر هذا، بالعكس كارهين كانوا لتصرفاتهم لسرقاتهم لضرائبهم لتصرفات لسجنهم لبعض الناس الابرياء من الكرد، خطف البنات وسوقهم باجباري ليكونوا في اليي جي. للاسف يعني هي تصرفات افقدتهم شعبيتهم وسقط هذا الفكر للاسف، يعني ما لانه ما اشتغلوا فيه فسقطوا بالحاضنه الشعبيه فقدوها. فاول ما شفت رفعوا اعلام وهتفوا لبشار طيب الاسد. سيد العميد، صراحة تداركنا الوقت، ولكن هناك بعض الأسئلة أريد أجوبة مختصرة. كم عدد الشهداء الذين سقطوا في عفرين مدنيين وعسكريين؟ والله يعني تقدر ب 7000 شهيد وشهيدة. سيد العميد معلومات أم ماذا؟ معلومات هناك يعني لا معلومات؟ لا معلومات مؤكدة يعني 7000 كعسكريين عسكريين كعسكريين بس ما بعرف الجزء الاعداد تجاوزت اكثر. طب 7000 جلهم من مدينة عفرين أم ماذا؟ لا يعني تقريبا شيء 4000 او 6000 مدينة عفرين. طب يعني لماذا 4000 شاب و2000 بنت يعني. لماذا لم يفسح البيادة عن شهداء عفرين؟ يعني هذا التكتم لماذا؟ ايه تكتم، اكيد تكتم. السبب انه ما بده يقول احنا بعثناهم على المحرقة، احنا بعناهم بيع. يعني هن بيتكتموا بيطالعوهم بالتقسيط، يعني كل مرة بيطالعوا لهم 7 8. سيد العميد، هل أتت قوات القصد لمؤازرة عفرين كما يدعون البيادة؟ لا 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 هلا هن لا اجوا ولا شيء. كانوا يتحدثون عن 1700 مقاتل ومسلح. كذب. دخلوا هذول تبع يعني الفصائل الايرانيه، اجوا ساووا استعراض. طبعا هذول كانوا على حاجز لبل والزهراء، دخلوا ساووا استعراض ودوروا ورجعوا، لا حدا اجى ولا حدا يعني مشان للامانه وللتاريخ ما كان في اي شيء. راحت الناس وهن شافوا يعني الكوادر ما عاد بينوا وكل واحد هرب وسلم حاله. طبعا كان في تنسيق بينهم وبين المخابرات التركيه وكان يعني للاسف نتائج كارثيه. طيب سيد حسام، هل نستطيع القول ان دخول تركيا لعفرين هي لمنع الكرد من الوصول الى البحر الابيض المتوسط؟ والله يعني في شيء من هذا القبيل. بعدين الشيء الاخطر برأس البسيط يعني في 4 بوينت يمكن 6 متر مكعب، مليار متر مكعب من النفط والغاز برأس البسيط. وفي صراع هلا يعني على استخراج هذا النفط، وفي صراعات قادمه يعني لسه الامور ما تبلورت بشكل نهائي. تركيا ما هي لاعب رئيسي، كمان هي اداه وكل شيء. نعم ممكن. سيد عميد، هناك اشاعات بين نازحي عفرين في مناطق الشهباء تقول ان تحرير عفرين باتت قاب قوسين او ادنى. باختصار لو سمحت. شو بدي اقول لك، خلاص قاب قوسين او ادنى، لسه بده شغل وبده يعني. تركيا يعني ما فاتت وراح لها وخسرت وهذا انه والله ثاني يوم والله باتفاق تعالوا استلموا. لا حتى ادلب يعني هلا انت ادلب في تحضيرات وفي يعني في امور كثيره وراح يكسروا. يعني في قرار بكسر جيش الاسد ويعني
القرارات الدوليه ما هي يعني ما هي وليده لحظتها، او هي والله هي بين لك سيد العميد، يعني احنا بنتابع الموضوع نعم وبعدين بناخذ. نعم. هل فعلا تركيا عاجزة على وضع حد للانتهاكات التي تحصل في عفرين من قبل الفصائل المعارضة؟ هلا أم هي يعني شريكة في الانتهاكات؟ هلا تركيا عندها اهم شيء بالنسبه لها سيطرت على الارض، سيطرت على مناطق ارتكاز مفصليه، اعطت اداره يعني اداره المنطقه للفصائل، بس المرجعيه للمخابرات التركيه. فبتعرف التركي عندهم فساد وعندهم رشوه وعندهم يعني، ففي مصالح مشتركه بين عناصر الجيش التركي والمخابرات التركيه. يعني سيد العميد، عفرين ستبقى تحت سيطرة تركيا؟ في شغل هلا اذا يعني اذا هلا دخول المجلس الوطني، دخول يعني هدول خلاص هدول قوات قسد، وهذا لا صعب يدخلوا، وقوات منتهيه يعني انا بتقديري راح تتفكك وراح يكون في شيء بديل ان شاء الله. طيب سيد العميد، اخر سؤال هو حول ادلب. هل فعلا ادلب ستواجه حربا ومجزرة كبيرة كما يقول الكثير من السياسيين، ام ستنعم باتفاقية كما الغوطة والجنوب السوري؟ لا مو مثل ما انا متخيله الناس، يعني انه والله يلا حرب ويلا دخلوها. هلا هي كله المشكله الملف السوري صار كله اجندات ومقايضات، بس يعني اهم شيء اهم مرتكز طبعا شكلوا الجيش الوطني، انا اللي بعرفه العقيد هيثم عفيسي. نعم. وبدهم يحارب النصره وبده هذا، وما 35,000 مسلح. ايه وما في قرار لحد الان، ما في قرار يحارب النصره ولا هيئه تحرير الشام ولا يعني نور الدين الزنكي. ما يعني المشكله ما في قرار يا جماعه لحد الان، كله هذا لا يوجد قرار دولي. ليصير قرار وتختمر الامور، راح يكون عمليه، هي عمليه جراحيه. انا بتقديري راح يكون في عمليه جراحيه. اشكرك جزيل الشكر سيد العميد حسام الدين العواق، العميد المشتق عن قوات سوريا الديمقراطية. وأنتم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة، دمتم بخير.